لوحة فنية طائرة سنعيش معها مع أجمل 10 من حمام الزينة، إنهم الأجمل على الإطلاق، فهيا نطير معا. حمام القديس هو من حمام الزينة، ذو سلالة فريدة، يتواجد في الأغلب بالمعارض فقط، ويتميز بشكله الرائع والأنيق، فهو يعد من أنواع الحمام الراقية والفخمة، فهو يمتاز بطريقة تغطية الريش لجسمه، فهي تشبه الحلي الذي يغطي منطقة الرقبة وحتى الرأس، وتصل طولها من 1 إلى 2 بوصة. أما عن الذيل فلديه ذيل طويل وحجمه صغير نسبيا، يزن حوالي 11 أوقية، لكنه يظهر أكبر حجما نظرا لطول ورخاوة الريش الذي يغطيه، وألوانه الأساسية هي اللون الأبيض. تعتبر هذه السلالة من السلالات المنسية برغم جمالها وانفرادها. حمام البخاري يعتبر هذا النوع من حمام الزينة هو الأغلى ثمناً، نظراً لأنه يعد من الأنواع الأساسية للمربين، فهو يتميز بشكله الجذاب وحجمه الكبير وبكثافة ريشه الذي يكاد أن يغطي جسمه بالكامل. ولديه سلالات عدة، فمنها ما هو ذات الريش الكثيف وأخرى قليلة الريش. وإذا أردت أن تتعرف على النوع الأصيل من حمام البخاري فيمكنك أن تتعرف عليه من طريقة وقوفه المنخفضة ورقبته المائلة إلى الأسفل أو إلى الأمام، وعلى الرأس ومؤخرة الرقبة يوجد ريش كثيف حتى الأرجل. ومن المتعارف عليه في هذه النوعية هو إخصابه الضعيف وتربيته لصغاره ليست جيدة، وقد يتخطى المربين هذه المشكلات بالتدريب المستمر واحتضان البيض لأنواع أخرى تقوم بهذا الدور نيابة عنه. حمامة الراهبة أو الحمام السوداني تعود تسميته بهذا الاسم لما لديه من علامات الرأس التي تشبه زي الراهبات، ويتمتع باللون الأبيض الكامل لجسمه ما عدا آخر الذيل ومقدمة الرأس يكونان بلون آخر. له نوعان، نوع ذات حجم متوسط ومنشأه ألمانيا، ونوع آخر ذات حجم فوق المتوسط من إنجلترا، وله شكل جميل ومتناسق، ويميز قدميه اللون الأحمر ومنقاره المشمع وذيله القصير وريشه الناعم الكثيف. حمام السوال منشأه ألمانيا، ويمتاز هذا النوع من حمام الزينة بقوته، ويصل وزنه من 380 إلى 400 جرام. ألوانه في الغالب أبيض ولديه غرة أو بدون، وحجمه صغير نسبيا، له شكل أنيق يميزه بقعة في رأسه، ومنقاره طويل وريشه كثيف ويغطي القدم والرأس على شكل تاج. حمام الزينة الهزازي منه نوعان، النوع الأول الأصلي والنوع الثاني منشأه الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر النوع الأصلي منه صغير الحجم ومنشأه الهند، وينفرد بريشه العريض عن أصناف حمام الزينة الأخرى، متعدد الألوان ما عدا اللون الأسود، فهو نادر جدا وله شكل متميز وأرجله عارية من الريش. أما النوع الثاني فهو أكبر من السابق، وأرجله ورأسه مليئة بزوائد من الريش وتعطي شكل تيجان على رأسه. يستطيع أن يحتضن ويربي صغاره، ولكن لديه مشكلة في التزاوج، حيث أن شكل الذيل لديه مروحي، وبذلك فهو يمثل عائقا في عملية التزاوج. الحمام النفاخ يعد من الأنواع الفخمة باهظة الثمن، وهذا لشكله الفريد وتميزه بحويصلة كبيرة وألوانه النادرة، وهو جيد جدا للحضانة والتفريخ. عرف قديما باسم الحمام الإنجليزي، ويعد الأكثر بين نظرائه من حمام الزينة، إذ يرجع إلى عام 1735، وهو ناتج عن هجين من الحمام، وسمي بهذا الاسم لاستطاعته نفخ حلقه ورقبته وصدره بالهواء، مما يجعله يبدو أكبر حجما وأكثر طولا. حمام ستراوسر بوتر عرف بداية الأمر في سيليسيا بألمانيا، وهو من أنواع الحمام النفاخ القديمة. يمتاز هذا النوع بالقوة والتميز، رأسه متوسطة الحجم وذو عيون مشعة وردية اللون. أما منقاره فهو ضيق قليلا وداكن اللون، وسيقانه قصيرة وسميكة خالية من الريش. يأتي في أغلب الألوان مع أجنحة مرقطة أيضا. حمام البوتر الإنجليزي صاحب الشكل الجميل والأبهى، فهو يتميز بالحوصلة الكبيرة مقارنة بجسمه، كما أنه يعد من أنواع الحمام النفاخ. الرأس صغير نسبيا بالنسبة لحجمه، والمنقار رفيع وطويل مع تقويسة صغيرة للأسفل، وعيونه صغيرة ولامعة حمراء. صاحب أقدام رفيعة جدا وطويلة مغطاة بالريش. وعن ألوانه فهي كثيرة، مثل الأصفر والأحمر والأسود والأزرق. الحمام البغدادي هو من أغلى سلالات الحمام،
ويتميز بشكل رقبته وطولها، فهو طويل القامة حيث يعتبر من أطول سلالات الحمام، وشهرته الكارير الإنجليزي. يتميز بطول الأرجل والرقبة والمنقار، ويبلغ طوله 18.5 سنتيمتر. من أشهر أنواعه البخاري والفراشة والنفاخ والكينج. الحمامة الزرقاء. كما يبدو من اسمها أن لونها أزرق، ولكن الأزرق بدرجاته المختلفة. كذلك تتميز بالتاج الجميل المتواجد على رأسها، والذي يجعلها كأحد الأميرات المسحورات التي نقرأ عنها في قصص الأطفال. وكذلك تتميز الحمامة الزرقاء باللون الأزرق الداكن حول العينين، مما يعطيها شكلا غاية في الروعة. تعيش تلك الحمامة الجميلة في جزيرة نيوغينيا، وهي جزيرة تقع جنوب غرب المحيط الهادي، ولا تتواجد في أي مكان آخر في العالم. تم تسجيل تلك الحمامة الجميلة ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض. جميع الحقوق محفوظة لموقع قناة سوق الطيور. إذا أعجبك الفيديو فاضغط على أعجبني أو لايك، وبالاشتراك في القناة فاضغط على سبسكرايب ليصلك منا كل جديد. لا تنسى سبسكرايب.